صدقني ان انا عايز اواسيك، انا مش عارف اعمل ايه اواسيك بيه، بس يعني هقول لك على حاجه. يعني انت لو الانبوبه فرقعت في وشك ومستني ان انا هطلب لك الاسعاف مثلا يلحقك، فاكيد مش هعمل كده. ما هعمل ايه؟ دي قناه لنادي الزمالك، مش هعمل كده، مش هنجيب لك حد يلحقك. خلاص انت فرقعت في وشك الانابيب، هنعمل ايه؟ غلطتك انت اللي يا باشا شايب المحبس مفتوح ومقطع الخرطوم وماسك النار جنب الزيت. هنعمل لك ايه؟ هنعمل لك ايه؟ خلاص ولعت، انت ولعت والدنيا فرقعت معاك والدنيا باظت. فنزف هذا الخبر الجميل بان الاهلي تعادل مع انبي ب1-1 ليسع مجالا لباقي فرق الدوري المصري وخصوصا غزل المحله بانه يحافظ على مركزه. ومالناش دعوه، احنا في الزمالك مالناش دعوه، لان احنا كده كده موجودين فوق قوي، بعيد قوي عنك يا صاحبي، في فرق مسافات واسانسيرات وبتاع، وانت لو حاولت تطلع لسه قدامك كتير. فالاهلي داخل على ماتشات تقيله وجاي لنا يلعب الزمالك اخر الشهر يوم 29. انت هتعمل ايه؟ مش عارف والله. فبعد اذنك لو زملكاوي او اهلاوي يعني اخبط الاشتراك واللايك ونخش نشوف الحكايه دي ايه سوا. مجنون كان يصدق ان الاهلي هيتعادل مع انبي، بس عملها الجاحد، عملها وتعادل مع انبي. فرقه المليار الجميله بكميه الفلوس اللي صرفوها في الصيف وكميه الكبت والوضع النفسي اللي حطوا فيه الزملكاويه، وان هم ماسكينك خدنا بن شرقي واعمل له دخله، خدنا زيزو لا واعمل له دخله، خدنا امه واعمل له دخله، خدنا مين واعمل له دخله، احتمال ناخدك انت شخصيا ونعمل لك دخله. بس هي الدخله اتعملت في ال3 ماتشات اللي فاتوا ما بين انبي وبيراميدز، وقبلهم جميل الذكر اجمد مدرب موجود في الدوري كابتن علاء عبعال بقياده المحله الذي لم يخسر في الدوري الى حد الان، بتعادل مع الاهلي. 3 ماتشات الاهلي خدهم في نص دماغه، وقبلها مكسب 1 وتعادل قصاد مودرن سبورت. هعمل لك ايه؟ مش عارف، اقول لك ايه؟ مش عارف. هل دي أسوأ بداية للنادي الأهلي في الدوري؟ والله أنا ما عنديش معلومة، بس سمعت إن دي أسوأ بداية موجودة للنادي الأهلي في الدوري. إحنا بقى جايين لازم نشوف يعني احنا نصيبنا ايه. ما يعني دي حفله، واحنا لازم ناخد التورته ولازم ناخد اكلنا وشربنا، ويعني ونقعد ونتبسط ونشرب حاجه ساقعه ونبقى مزاجنا حلو وجميل. وما انت فاكرنا احنا بنروح الحفله نعمل ايه؟ ده احنا يابا ما بناكلش يومين عشان لما نوصل الحفله نبقى عارفين ناكل كويس. فاحنا تخيل بقى ان احنا بقالنا سنين قاعدين متضايقين زهقانين مش لاقيين حاجه نعملها، فلازم نيجي نمسكك اول ما يحصل حاجه. وما تزعلش، انا عايز اقول لك والله صدقني ما تزعلش، لان صدقني يا صديقي انت عملت فينا اكتر من كده. والله عملت فينا اكتر من كده، ولما تعمل فينا كده لازم نعرف ليك كده. تعالوا نكمل احسن ونشوف الاهلي عمل ايه النهارده قصاد انبي بعد اللي اتعمل له والدنيا اللي باظت معاه. انا مش عارف اقول لك انت اتعمل معاك ايه. يعني هو عندي سؤال صغنن للاخ كريزيدي بجد والله. يعني انت مستواك مع المنتخب زفت، مستواك مع الاهلي زفت واطراد، ويعني من ساعه ما جيت ما عملتش حاجه. ايه يا اسطى دي؟ بجد والله ايه يا اسطى دي مالها دي؟ مالك يا صاحبي؟ كان في ايه يا صاحبي؟ مالك في ايه؟ بتعمل كده الجمهور الاهلي ليه يا صاحبي؟ انت عايز تروح الزمالك ولا ايه؟ مالك في ايه؟ ايه تريزيجيه؟ ايه يا صاحبي؟ ده انت جايب جون عادي اقل من العادي والله، وانت ما حدش ما جبتش الارتو بتاعتك. يعني انت بتعمل ايه؟ تريزيجيه بيسكت الاهلي وبيقعدهم في البيت بعد ما جاب الجون، وبعدين الانبي يروح خب بلانتي الواد العجوز دخل حط واحده يحتاروا فيها الاطباء، اداهم واحده بص جت في الغليظ عشان الاهلي يتعادل مع انبي. بس يعني في حاجات كتير برضو لازم نتكلم عنها. هي الفلوس حرام ولا ايه الحكايه؟ يعني انت معاك كابتن زيكو اتصاب في الدقيقه 27، ده مش مشكله يعني، ده عادي. ديانج برمضان كريزيدي خط دفاع ملط ومش عايز تخسر. يعني ما انت فكرك اقول لك هكسب؟ لا انت لازم تخسر يابا بص هقول لك على حاجه. احنا كنا يعني طهقانين من زيكو، وزيكو قاعد معانا موسم احنا عاملين بنسبه ونلعب فيه. غير كده انت مشيت وسام ابو علي اجمد مهاجم موجود في الدوري عشان تاخد فلوس، وجبت مكانه محمد شريف المنتهي اللي انت اصلا راميه وزهقان منه. ديانج انت رميت ديانج، والله يعني انت رميت ديانج وبعد كده رجعت ديانج بعد ما خلص كوره.
وبعدين كريزيديه وحمدي فتحي اللي انت كنت جايبهم، وانا عارف ان حمدي فتحي ماشي يعني، عشان ما تقولش عليا ان انا ما بفهمش حاجه ولا بتاع، بس يعني كريزيديه وحمدي فتحي، في حتى بيجيب حد يا اسطى من الدوري القطري؟ يا خلاص يا اسطى، دول اللي بيروح هناك خلاص الموضوع انتهى، خلصت في الدوري القطري، الموضوع بينتهي. بس يعني الاهلي جميل، بس يعني عندي جمله بسيطه لازم اعلق عنها. تعال ما اقول لك الجمله دي ايه. خط دفاعك ملط والله العظيم، 3 ملط تحت بير السلم. العش بيكم والاخ هاني والكوكا اللي مش مفهوم له مركز، هو بيلعب باك شمال ولا بيلعب 6 ما احناش عارفين، بس ده احلى خط دفاع جه الاهلي بصراحه. يعني انت لو جيت العش ده كارثي. بيكم ده جامد جدا. بيكم ده بصراحه وجوده في الملعب زي عدمه، يعني هو موجود يعني الظل الخفي بجد، يعني هو في حاجه منوره عليه مخليه مش موجود. بيكم ما ولا بحس بيه ولا بشوفه ولا بسمع له حس ولا كانه موجود. ايه سهل الاهلي عنده اصابات والدنيا بايظه، ويعني الخطيب بيمشي وعماد النحاس هو اللي بيدرب، ومش عارفين يجيبوا مدرب مين، ريبيرو ولا مش ريبيرو، والموضوع بايظ خالص. وعندك الزمالك يوم 29، انت عندك الزمالك كمان يوم 29، والماتشات الجايه هتبقى خراب عليك. بس صدقني يعني اتمنى ان احنا في الزمالك نقتنع ان لسه الاهلي هيرجع وهيكسب. ما نعملش كده، عيب. يعني مثلا الاهلي عنده ماتش جاي سيراميكا، وسيراميكا مركزه حلو وبيعمل اداء كويس وفريق قوي، وبعد كده عندك حرس الحدود وده نفس الكلام فوقك في جدول الترتيب، يعني هعمل لك ايه؟ وبعد كده عندك الزمالك اخر الشهر. صعبه. الاهلي ممكن يتدمر في خلال الماتشات القادمه، ونسمع ان هو بينافس على المركز الاخير ولا حاجه، ولا ده هو مش هيصعد مجموعه الترقي السبعه اللي هيصعدوا للمنافسه على الدوري. ممكن يحصل كده بس مش هيحصل كده، يعني اكيد مش هيحصل كده، فما تتريقوش علينا اكتر من كده. بس يعني خلينا احنا نتكلم بقى من منظورنا احنا كزملكاويه، احنا هنستفاد من المواضيع دي ازاي. تعالوا بقى زملكاويه نشوف احنا عندنا ايه ولا عندنا مين. بص يا صاحبي، احنا عندنا 3 ماتشات مع النصف الثاني من الجدول، يعني انت هتبدا اولها بالاسماعيلي اللي ضايع وبايظ، يعني ده اولا كده، واتمنى ان احنا ما نعملش اي نتيجه وحشه. بعد كده الجونه اللي في نفس مركز النادي الاهلي، يعني تخيل هم 15 و16 بيقتسموا ما بين الجونه والاهلي. ثم بعد ذلك عندنا الاهلي يوم 29، عندنا الاهلي 29 نقدر ان احنا بالمستوى ده نكسبه، وصدقني ان احنا نقدر نكسبه، والله نقدر نحط على الاهلي جامد كمان بالمستوى ده، ولو فضل خط الدفاع بالمنظر ده. بس يعني لازم ان احنا نهدى ونركز، والفريق يعني ياخد الثقه، بس يعني ما تتغرش، ما تطلعش تقول لا ده انا جامد جدا والاهلي تعبان. خلي بالك معلش بعد اذنك، احنا عندنا 13 بونت والاهلي 6 بونت، بس يعني انت عندك الاهلي كان باي، يعني الاهلي لسه له ماتش، لو كسب هيبقى 9. تخيل الاهلي لو كسب هيبقى 9 لو لعب زيك ماتشات، فانت خلي بالك من الفكره دي. وبيراميدز لسه له ماتش هو كمان، بيراميدز لو كسب هتلاقي باشا طالع لك، انت الراجل 8 بونت لو كسب يبقى 11، فانت يعني ما انتش فاجر برضه، لا روق. ده احنا كان يعني 6 ماتشات ب 18 بونت جايبين منهم 13، ده احنا مضيعين 5 بونت. ده يعني روق قدام المقاولين ووادي دجله وكسبانين الماتشات الصعبه، تخيل يا مؤمن. فاحنا عندنا الاسماعيلي والجونه ماتشات سهله، وانا خايف من الاستاذ يانيك فيريرا في الماتشات السهله، فاحنا ننزل على الاسماعيلي ندكه، وننزل على الجونه نفلقه، وبعد كده نخش على الاهلي نقول يا باسط، وان شاء الله الاهلي ينسحب من الماتش وناخد ال3 بونت وتخصم منه 3 باذن الله، عشان يقول لك مش هاجي العب الماتش وانا بالمستوى ده. عادي، ايه المشكله؟ ممكن تحصل زي السنه اللي فاتت ولا حاجه، يقول لك مش عايز العب. ليه لا ممكن. الواحد يا اخي ما كانش متخيل خالص ان هو هيبدا يفتح الموسم هيبقى في الوضع ده. ده تخيل ان احنا في الوضع ده. ايه ده ازاي يعني؟ بجد والله يا جدعان، ازاي ان احنا اول الدوري ب 13 بونت والاهلي 16 مش عارف ايه، وبيراميدز عطلان وبرضه عمال يخسر، ولما كسب الاهلي خدنا بنات على ظهر الاهلي. ايه هنفضل قاعدين لاخر الموسم بنتنافس مع المصري؟ بس ده مش مشكله ان احنا اصلا دوسنا على وش المصري اول الدوري الفاجر. ان شاء الله تكمل على خير. هو احنا كده لعبنا 6 ماتشات دول من اصل 20 ماتش، يعني كده بجزئيه بسيطه فاضل لنا 14 ماتش في يعني النص الاول من الدوري، وان شاء الله يعني ايه نقضيهم على خير، والفريق فيه كل حاجه كويسه. من هنا بقى في خبر صغنن لازم اتكلم عنه واقوله واشيد بيه بصراحه، لان انا بحب الفرق الجماهيريه. غزل المحله بيتعادل تاني، بيتعادل مع المقاولين 1-1، لكن في قصه صغيره بتخصنا كزملكاويه. كابتن محمد عبد الغني كابتن محمد عبد الغني، والله تخيل ده كابتن محمد عبد الغني عمل يعني كارثه في اخر الماتش ما بين المقاولين وغزل المحله، وعمل بلن وقله ادب، والمحله راحت اتعادلت مع المقاولين في الدقيقه 95 بعد ما علاء عبعال تردد 6 ماتشات بكلين شيت.
كلين شيت 6 ماتشات، لكن الراجل وقف عند الكلين شيت عند الدقيقه 95. وعلاء عبعال بعد ما كان هيكسب ماتش المقاولين اتعادل مع المقاولين 1-1، بس لسه محافظ على الريكورد بتاعه ان لسه ما خسرش. من هنا نكون خلصنا، واحب اقول لك ان انت ما تنساش الاشتراك واللايك وتروق علينا في القناه والقناه الثانيه اللي بيطلع لك في الاخر وانا بتكلم دلوقتي هتلاقيها بتطلع لك هنا او هنا، فانت يعني خش اعمل اشتراك هنا واعمل اشتراك هنا. وفي حلقه نازله النهارده المفروض يعني دي المفروض ان هي نازله بتاعه الزمالك، وفي حلقه ثانيه نازله عن الدوريات وعن اللي حصل ما بين ريال مدريد وبرشلونه والحكايات في القناه الثانيه. فانت روق علينا في الناحيتين، وما تنساش تعمل اشتراك ولايك في كل المنصات اللي موجوده عندنا، هتلاقيها موجوده في الوصف بتاع القناه. وكان معاكم شافعي، والسلام عليكم.